تعالي اما اقولك بقى ازاي تعملي الفطير المشلتت ويطلع معاكي بالحلاوة دي. انا كنت زيك لا افقه شيء في الفطير، مع التجارب وعملت كذا مرة لحد ما طلع معايا بالجمال والطراوة والتوريقة دي. هقولك كل حاجة تطلع معاكي الفطير كويس وتوريقه حلو وازاي ما ينشفش منك، وهقولك كل الاسرار. تابع معايا الفيديو للاخر. اول حاجة معايا كيلو دقيق عليهم رشة ملح ومعلقة سكر، هقلبه كويس. وقد كمية الدقيق هيبقى نصها مية، يعني دي كيلو دقيق حطيت لهم كوبايتين مية وربع يعتبر. ده قلبت كده وقعدت اعجن، وبخلي العجينة لينة إلى حد ما، يعني طرية وبتلزق في إيدي. بفضل أعجن شوية حلوين، لازم تجانيها كويس. وأول ما تلاقيها بتلزق ممكن رش دي بسيطة بحيث تلم معاكي العجينة، وأغطيها وأسيبها ترتاح. سر من أسرار الفطير، لازم تسيبيه يرتاح كويس قوي. بعد كل مرحلة لازم تسيبيه يرتاح على الأقل نص ساعة، ده يريحك في العمايل ويبقى ماشي معاكي زي الملبن كده. ارتاح معايا شوية. اللي انا حطيته في الصينية ده زيت على سمنة بلدي. السمنة او الزبدة اللي هتحطيها بيفرق جدا في طعم الفطير. قسمت كده الكيلو معايا ل8 كور تقريبا او 10. هعملهم على فطيرتين، كل فطيرة هتاخد اربع كور. تمام. عندك كده الصينية حطيت فيها سمنة، شفتوا العجينة كانت معايا ناعمة وحلوة ازاي. كده بقى ايه، هنسيبها برضو تستريح. اول ما استريحت بنجيب الكرة الاصغر. في الكور اللي احنا كورناها بنكور 2 كبار. الكرة الكبيرة دي اخر حاجة بنفردها، لان هي اللي هتلم لنا الفطيرة كلها. بنفرد كده ونجيب يمين وشمال، وبنحط تحت سمنة وفوق سمنة. فطير يعني سمنة بلدي، وزودي وخليكي كريمة في السمنة، وتطبقيها زي الظرف زي ما شفت. مسكنا برضو العجينة التانية، الكرة التانية، ونفضل برضو نفرد. كل ما تسيبيها كده على جنب بتستريح معاكي. مستعجلة هتلاقيها بتلم وكده ومش ظريفة خالص، وهتضايقك. اتقطعت منك ولا اي حاجة، هنكمل زي ما بنكمل كده. وده كده هيبقى جوه مش هيبان. اهم حاجة اخر واحدة هنعملها اللي هتبقى بره تبقى سليمة ما فيهاش اي قطع، علشان الوش وكده، وتبقى ايه، تحبس لنا الحرارة وتسوي لنا الفطير من جوه وتاخد وش حلو كده. وهنشوف الكلام ده كله واحنا بنسوي. وفي اخر الفيديو باذن الله، لو وصلت هنا حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس، واحفظي الفيديو بحيث لما تعمليه ويطلع زي ما انا قلتلك تسيبيلي تعليق انك عملتيه وطلع حلو ومظبوط معاكي. بس كده طبقنا بقى تالت راق. اخر راق بقى هنعمله، وهنحط برضو فيها زي الظرف كده. وطول ما انت بتحطي بتشدي، يعني حطي وشدي. كل ما تشدي العجينة بتمشي معاكي. العجينة مخدومة في العجين، بس ما تخدمهاش قوي علشان ميبقاش فيها عرق بزيادة. طب نوع الدقيق اللي بتستخدميه ايه؟ اي نوع دقيق ما يكونش فيه عرق جامد. الدقيق العادي اللي من عند اي عطار او من اي سوبر ماركت، اللي هو بيبقى في الشكاير ده، عشان ميبقاش فيه عرق جامد معاكي. حطينا بقى كده وحطي سمنة وما اقولك ما تستخسريش. حطينا نقفل بقى اخر واحدة كده، ونيجي بقى حطينا احنا سمنة في الصينية، نحطها كده ونسيبها تستريح. الفطيرة التانية انا عملتها نفس النظام. اول ما بتستريح شوية باجي بقى فرداها كده اهو زي ما انتوا شايفين، ولمها على شكل كورة اهو. بكورها كده بحيث تبقى دائرية معايا في الصينية. لو عايزة تفرديها وهي مستطيلة كده ولا هتقولك لا، هتبقى حلوة ومية مية. ومش يعني بصوا هتبقى عادي خالص. كده برضو سبتها تستريح تاني. اهم حاجة تستريح علشان تتفرد معايا في المرحلة دي. بصوا بالراحة كده، شايفين النفخان ده والبقاليل دي، ده دليل ان هي مورقة وحلوة جدا. وبحط سمنة على الوش، وبرضو بقى ايه بفردها لاخر الصينية بس بالراحة كده، بحيث ما ايه ما فرهاش ولا اي حاجة. والفرن سخن جدا على الرف اللي تحت. احط الشبكة فوق الصاج على طول، احط الصينية. شوفوا بسم الله ما شاء الله اتنفخت معايا. اول ما تاخد لون من تحت بشغل الشواية على طول، واول ما يطلع من الفرن زي ما انتوا شايفين هرش عليها سمنة وهغطيها زي ما انتوا شايفين. شوفوا اللون ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الخيال. شوفوا هي كانت لسه سخنة، فانا مش صابرة الصراحة فقلت لازم انا اوريها لكم. بقص حتة كده عشان اوريكم التوريقة بتاعتها.
ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الخيال، ولا بتاخد وقت ولا مجهود، السر كله في انك تسيبي العجينة ترتاح وتاخد وقتها، ما تستعجليش عليها وتورقي قطعة قطعة. دي طريقة سهلة وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاكي وقت. طيب تعالي اقولك بقى ليه بتبوظ منك او بتنشف منك. اول حاجة فرنك يا ماما لازم يكون سخن جدا، سخن جدا يعني بمعنى سخن علشان تورق معاكي. والفطيرة بتقعد معاكي من 10 دقايق ل12 دقيقة بالكتير في الفرن. فاهمين؟ أهم حاجة يكون سخن زي ما قلت لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.